ونيمار تمشي كرة في وسط الميدان، عملية الضغط لوجود لخطأ السرعة في الثلث الأخير. ليو 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 جول 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 جول. فعل دينيس سواريز، سجل دينيس سواريز بعد عملية هجومية سريعة من الطراز العالي. دينيس سواريز 23 سنة مشاهدينا الكرام، والاسم القادم من نادي فياريال، عنده هدف في الليغا الإسبانية، هو يدون يؤرخ هدف في الكوبا ديل ري. يا سلام على لمستك يا سواريز، يا سلام على اسيس يا سواريز، والمتابعة من الشاب دينيس في المرمى حتى في الشبكة حتى في مرمى كايروني. شوف سواريز، شوف النظرة، شوف الحس، شوف الفكر الكروي. الله يا سواريز، شوف هنا بخارج القدم حتى لدينيس. هنا بريمس الوحدة في الزاوية البعيدة. 1-0. البارسا لم تتأخر في التهديف، البارسا لم تتأخر في تسجيل. تغيير قادم في الدقائق القادمة، لانه شوف تلعب لوكا دين، واحد من انتدابات نادي برشلونه يسعى للدخول. خطير سوسيداد، خطير سوسيداد، سيريسان يفعلها، سيريسان ينقذ نادي برشلونه بالهدف المحقق في هذه الاثناء. سوسيداد هكذا هو عناد الباسك، هكذا هو اصرار الباسكين. الهربه وين؟ الهربه وين يا نيمار؟ يمشي نيمار، شت نيمار، ركله جزاء. من يمسك نيمار؟ من يوقف نيمار؟ صعب عليك يا مارتينيز، ايقاف قطار نيمار البرازيلي لما يجد المساحات. يا ويلكم من نيمار لما يجد المساحات، يا ويلكم من نيمار. شوف كيف انسل البرازيلي، كيف انطلق البرازيلي. على ايامك يا رونالدينيو، يذكرني برونالدينيو، وايام رونالدينيو جميله جدا. نعم هنا بالكاب نو. على فكره رونالدينيو سيكون سفيرا لنادي برشلونه، نعم في الأيام القليلة القادمة، والاتفاق سيكون الأسبوع القادم. رونالدينيو نعم يا سادة يا كرام سيكون سفيرا لبرشلونة في الأيام القليلة القادمة، والاتفاق سيكون حاضر في القريب العاجل. بينما ليو بالتخصص، ليو جاء دورك يا ليو، أخيرا جاء دور الساحر الأبيض الأرجنتيني من علامة الجزاء. لا يضيع الأهداف بالتخصص. ليو وبلغة الأرقام في المباراة رقم 18 أمام نادي الريال سوسيداد سجل الهدف الثاني عشر في مرمى الباسكين، الهدف الثاني عشر في مرمى الباسكين بطريقة المعودة في الزاوية الميتة. وصعبة عليك يا الرولي في حوار أرجنتيني خالص بين الرولي والليو. يتحسر ساكريستان، ماذا كنت تنتظر يا ساكريستان؟ على فكرة ما دمنا نتحدث عن ركلات الجزاء اليوم، 9 ركلات جزاء لبرشلونة هذا الموسم، 4 لميسي سجلها كلها، و4 لنيمار ضيع واحدة، وكذلك ركلة جزاء واحدة للاعب راكيتيتش المتواجد في دكة البدلاء. هذه خطيرة جول، خطيرة جول. فعل الباسكيون، فعل البديل اخوانمي خيمينيز من اول فرصة، من اول محاولة، من اول لمسة من دخوله. هذه اول لمسة، اول كرة يضرب بخط الدفاع، كرة كانت مهيئة بشكل ممتاز. يا سلام على اللمسة، يا سلام على اللمسة يا اخواني. ذكرتها مع دخوله في هذه الجولة الثانية، قلت بانه واحد من افضل اللاعبين داخل فريق الريال سوسيداد. هو يؤكد المعطيات، هو يؤكد المقولة بلمسة الكبار يستغل خروج لسان. هنا لوكر وواحدة لراكيتيتش، هذه امامية، فرصة جول
تسجل يا سواريز، من غير المعقول لا تسجل يا سواريز. جاء دورك في هذه الليلة، الليلة ليلتك يا لمسان، الليلة ليلتك يا لمسان. سجل ليو، سجل سواريز في انتظار نيمار. هذه الإعادة لمسة الأرجنتيني، شوف الأسيس، شوف ليو حطها له في المكان المناسب بلمسة البيستوليرو. جاء الهدف الثالث. ألم أقل لكم أن برشلونة سيسجل الثالث؟ ألم أذكر لكم بأن برشلونة قبل لحظات سيسجل الهدف الثالث؟ سواريز يجيبني، سواريز في المكان والتوقيت المناسب. أجزم بأن ليو ميسي هنا سيكمل المشوار، وهنا ستكون ربما النهاية السعيدة مع نادي برشلونة. بينما كرة مرفوعة، الباسكيون لا يستسلمون، الباسكيون لا يستسلمون. هكذا عودنا الريال سوسيداد، لا يعرف المستحيل، لا يستسلم. هكذا كانت ردة الفعل على هدفك يا سواريز. راسية جميلة، سوسيداد يشعل المباراة. ويليان جوسيه بالراس حطها، بالراس يهزمك ياسر السن. شوف الارتقاء، شوف التركيز، شوف الحس التهديفي. ما أجمل لمسة، ما أجمل لمسة، لمسة برازيلية. هو حوار برازيلي وتلمسان وقوة البارسا لما يكون إنيستا حاضر. والرابع أي إمتاع هذا، أي إبداع هذا. كرنفال كاتالوني يتواصل يا سادة يا كرام، كرنفال الأهداف يتواصل والمسيرة لن تتوقف عند الثالث. ها هو البديل أردا توران يتابع كرة جميلة قادمة من اليمين. شوف ليو هو ضابط الإيقاع، ليو هو مهندس العمليات الكتالونية بثلاث لمسات. جاءت الأخيرة بقدم تركية تمنح الرباعية للفرقة الكتالونية. هكذا هي الصورة، هكذا هو هجوم برشلونة لما يقول كلمته حتى في مباريات الكاس. هكذا وطموح كتالونيا، هكذا وإصرار برشلونة. نعم، ماضونا نحو لقب جديد، ماضونا نحو الكاس الثالثة على التوالي. مدريد بالفعل ها هو برشلونة فعلا طرفا مهما في معادلة الكاس هذا الموسم بوصول وشيك إلى الدور النصف النهائي. هل من مزيد يا بارسا؟ هل من مزيد يا ليو؟ متعني 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 متعني. جول داني سواريز، والخامس يمتع البارسا، يبدع البارسا. داني سواريز اللي سجل في الشوط الأول ها هو يعود. شوفوا تفرج يا ساكريستان، هؤلاء النجوم، هؤلاء الهدافون يمتعون ويبدعون ويسجلون في مهرجان الأهداف. ليو دايما حاضر. الله يا ليو، ليلة ليلتك يا ليو، ليلة ليلتك والمباراة مبارتك يا ليو. دائما خلف الأهداف، دائما صانع الأهداف. شوف الأسيست، داني سواريز يتابع بهذه الطريقة. قبل ذلك يتفنن ويراوغ. هنا الثقة، هنا الأمان، هنا الرزانة. 23 سنة يسعد لويس إنريكي بالخامس. دفع بدنيس واحد من انتدابات نادي برشلونة هذا الموسم. سجل في الشوط الأول، يسجل في الشوط الثاني، ولكن الأحلى والأجمل معك يا ليو. نستمتع في هذه الليلة الكروية الجميلة. البارسا تهاجم من جديد، هو طوفان كتالوني يتواصل. سواريز يلمسها، يبحثون عن المرور لكن